اسمع والله تتشبط حق بالله. الوضعيه اللي رانا فيها هذه الوضعيه مبرمجه. لما يكون عندك اكاديميات بمستوى عالمي بكل صراحه، الجزائر تقدر تكون اكبر خزان ومصدر للمواهب لاوروبا. كنت نسمع في لي بلاطو دو تيليفزيون الناس اللي حاربت فكره الاكاديميات ويقولوا باللي نو نافون با بوزوان الجزائري يتفورما في الشارع، من الشارع يجي يتردوا جرون جوار. بعض الناس لما شافوا دراهم كبار دخلوا للانديه، دخلوا الانتهازيين، دخلوا الناس اللي ما عندهمش حشمه، ما يعجبوش سراقين، ما يحبوش الجزائر، خونه، انا اسميهم خونه لانهم ماشي يخدموا للمصلحه الوطنيه. يعني بالطريقه هذه كنت دير 100 اكاديميه والله ما نافونسيو دام با. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لله ود احمد. السلام عليكم الاخوات، يعني كلشي مزيان. اجا هو ضحك ليا مال الاعلام الجزائري والله العظيم لا تتشبع ضحك. شافوا المغرب تيدي الالقاب، قال لك اسيدي بيديروا الاكاديميات. ناض واحد فيهم قال لهم كانوا عندنا الاكاديميات ولكن جاو شي وحدين دوك السراقه وداك الشيء، قالوا لهم لا الجزائري راه تيتفورماطاي في الشارع ويقدر يلعب. قال لك اسيدي في الفريق ديريكت بلا ما زعما يتكون ما والو، ولاو سدوا الاكاديميات وداك الشيء. هادشي اللي فهمت، هادشي اللي قال لهم واحد، قال لهم الناس كانت تقول وحق الله واحد الفيديو راه زوين بزاف. الناس اخويا قارناهم بالالقاب ولاو تيفكروا قالك في الاكاديميات، ولكن ما يديروا والو. عندهم هي الشفاره يا صاحبي، واللي جات يدي الفلوس ويخوي الصندوق ويزيد. ما كاين والو يا صاحبي. بغيتي تضحك تفرج في هذا الفيديو وتصنت ليا البكائيات. وديما مغرب ونتلاقاو في الاخر. طلع. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد أولا بأول. لو ديفلوبمون سمعت مرة يوم من الأيام على أساس أنه سعيد تكلم وتحدث على لا فورماسيون، وتكلم على التالون، وتكلم على الاهدار هذا اللي راه صاير في مشمو، وكاننا اون تروفي لا باناسي. خلاص عاد بلجيكا وهولندا والمانيا وفرنسا انها تكون لنا ودير لنا، ولات لنا الشجره التي تغرد الكعبه. نحيو الشجره خليها تروح ان شاء الله. ان شاء الله هذو اولاد الجزائر نحبوهم ويحبونا، ونتمناو على اساس انهم هما وغيرهم نتمناو انهم يكونوا هما واهلهم يحبوا الجزائر ويجوا يلعبوا ويدافعوا على العالم الجزائري. لا داك شيء اخر ولكن ولكن لا ميسيون بريمير اللي تكلم عليها لا ميسيون بريمير دون فيديراسيون. بروميي بوان la Fédération algérienne de football, la mission première c'est le développement du football national. دوكا انا الفوتبول انا كي نعود في الفوتبول ناسيونال اللي يتكلم باسكو رانا في الاطار، لا اسمح لي رانا في اطار ما كان يقوله انفانتينو. انا كي نرجع لا جينيراسيون تاع ناصر واللي قبل لا جينيراسيون تاع ناصر اللي كان يتكلم عليه حسن الماس وتكلم جيتو الكرمالي ومخلوفي وجماعه كذا من اللي سيتي افون، وجاو هادو وجاو تاع لا جينيراسيون 82 86 و 90 اللي داو لا كوب وزادوا. انا هادوك سي دي برودوي دو كرو، هادو كانوا خرجوا من شوارع الجزائريه، وسيتي دي طالون. ماشي قال يلعب البالون يعرف يلعب البالون دو نيفو مونديال. دو نيفو مونديال. اليوم انا كيف انا اتراجع، رانا نمشي ونتراجع على اساس على الدليل انه ما عندناش لاعبين من هذا جمال اسمح لي. واش قال سعيد؟ انه لازم تصيب لا فاصون الكيفيه كيفاش تعاود ترجع شيء اللي كان عنده 30 40 سنه. الاهتمام لا يفو ريكونيتر نصر. انا باش نروح للطبيب لازم اعترف انا في نفسي على اساس انني مريض. او الانسان هو ما يعترفش باللي راه مريض، كي يقول لك انا مانيش مريض راني لاباس عليه، هو مريض لا يعترف على اساس انه مريض ما يروحش للطبيب. احنا حابين نقولوا باللي نوتر سبور ناسيونال اي مالاد، نوتر فوتبول اي مالاد. مش عيب نتصادي ولا غيره، مش عيب ان نعترف انه il y a quelque chose qui ne va pas. qu'est-ce qui ne va pas؟ قال هاي نديروا دي جمال. انا النقطه التي اثرتني في تصريحات جاني انفانتينو وراح تأيدني اكيد نصر بويش، تحدث عن الاكاديميات اللي يتحدث بارك الله فيك. بارك الله. انا ما اعتقدش انه لو تعمم فكره الاكاديميات في البلاد، يعني واللي عندنا اكثر من 10 اكاديميات او اكثر، راح يكون تطوير كره القدم تلقائي. باب شبان صغار، والنقاش مفتوح ايضا تقني او معنا سعيد كناوي. ما يضيعوناش الشباب، ما يضيعوناش المواهب لما تكون عندنا اكاديميات، عندنا مدربين، عندنا مكونين للمدربين.
عندنا ديتيكتور دو طالون نقدروا اكيد نقدروا نجوزوا على الاكاديميات في كل مره. شو انا نقول لك سعيد هنا التقنيه، اسمح لي نكمل لك السؤال. في كل اكاديميه تجيب 3 لاعبين او 4 لاعبين، تلقى عندك 20 لاعب من المواهب، يعني من كعكه الشباب اليوم في كل ولايه. شوف والله العظيم من السهل والسعيد هنا التقنيه لما يكونوا عندك اكاديميات بمستوى عالمي بكل صراحه. الجزائر تقدر تكون اكبر خزان ومصدر للمواهب لاوروبا. انا نمضي لك هنا على ورقه تعطيني، لكن لازم تكوين احترافي، تكوين في المستوى فيه دي كيفاش نقولوا دي نورم انترناسيونال، دي ستاندار انترناسيونال. اليوم الجزائر يقدر يكون اكبر خزان في افريقيا لتصدير المواهب، وهذوك المواهب ماليا اتحاديه او الانديه راح تربح اشياء كثيره، زائد المنتخبات اقل من 17 سنه 20 سنه 23 سنه، منتخب اولمبي، المنتخب الاول. يعني الا بقينا نستناو في الانديه انا جايك راح نزيدوا نضيعوا. لكن لازم تسيب، اسمح لي لازم تسيب كمل انا 50% من اللاعبين لي يو 15 يو 17 يو 50% جايين من ما نقولش يعني اسمح لي لسنا ضد الجاليه الجزائريه، ان شاء الله يكونوا عندنا الالوفات تاع المواهب اللي يجوا هنا يدعموا مرحبا بهم. كما قال لك شحال كاين لي بورت سون غرانت اوفرت، لكن الاهم ونظن هنا في الجزائر لما تدير اكاديميات بمستوى تاع التكوين والتدريب والناس على هذه الاكاديميات مستوى ايضا، انا يا قلت لك نمضي لك على ورق انك تصبح اول مصدر للمواهب لاوروبا وتصدر افريقيا. انا شوف انا ما نظنش المشكل ماهوش في الاكاديميات. لو كان نديروا 100 اكاديميه بالطريقه اللي رانا نسيروا فيها كره القدم اليوم ما تافونسيش، ما عملنا حتى شيء. لا فيدراسيون في واد والنوادي في واد، دفعوا الملايير، مئات الملايير، آلاف نقول 100 بار كلوب، آلاف الملايير. هل تطورت كرة القدم؟ هل عملوا شيء في فئة الشباب؟ ناخذوا ان كلوب عنده الملايير، عنده بما يسير الفريق نتاعو من الكبار حتى الصغار، اخذ 99.99% دي بيدجي داخذهم الكبار، وديليسمون بور لي جون. الديليسمون بور لي جون هذا واشنو؟ لا ماتيريال، لا مدربين، لا منهجيه، لا تقييم، لا مرافقه للمدربين. اليوم انا نقول لا فيدراسيون دير ان بلون ناسيونال. انا خدمت دون فيدراسيون 20 سنه. ان بلون ناسيونال، بلادنا كبيره، ديرها على الاقل بور لي كلوب دو بريمير ديفيزيون. تاخذ دي كلوب تعطيهم من بروغرام ناسيونال مدرس مقنن علمي، يديروا فيه ناس، يعني يوجدوه ناس خبراء، ناس تاع كره قدم اللي يتماشى مع البروفيل دو جون الجيريان، باش نطوروا اللعب بسرعه. من بعد تعموا على كل الانديه، تبعث لي ميور زونترينور او نيفو دي مولوديه سي ار بي سي اس سي كذا كذا كذا، وتتابعهم وترافقهم وتشجعهم كفيدراسيون، وهنا تطور. اما لما دير سياسه، انا شاطر واش راه يقول سي جمال، بالك ما قالهاش بطريقه مباشره. الوضعيه اللي رانا فيها هذه الوضعيه مبرمجه. اون فو با كو لو فوتبول لوكال يتطور، ماناش حابين. بروف موا الكونترير، بروفي لي الكونترير. علاش؟ لان بعض الناس لما شافوا دراهم كبار دخلوا للانديه، دخلوا الانتهازيين، دخلوا الناس اللي ما عندهمش حشمه، ما يحشموش، سراقين، ما يحبوش الجزائر، خونه. انا اسميهم خونه لانهم ماشي يخدموا للمصلحه الوطنيه، مصلحه كره القدم الجزائريه. خونه دخلوا اداو بزناسه اداوه للمصلحه الشخصيه، كل واحد يجبد ليه، كل واحد يخدم مصلحته. واش من تطوير؟ جيب اللاعبين من برا كاينين، تليفوني لفلان ملا ليغ دو كذا كذا، يبعث لك ان ولا دو جوار، قول باللي كان عنده سي في وعنده كذا وعنده كذا. يا اخي بهذه الطريقه هذه والله فيدراسيون غايبه، واللي حاسب غايب مش موجود. ادفع الفلوس يعني بالطريقه هذه كنت دير 100 اكاديميه والله ما نافونسيو دام با. تقول كلام جميل. لا جمال مسعود من فضلك فاصل، لا فاصل من فضلك يا جمال مسعود. ما تروح ليش والله، ما تروح لي، الله يبقى في عجاله جمال مسعود، الله يبقى باش والله غير تروح لي باش نرونفورسي الكلام تاع مسعود. كان عندنا ان بون اكزومبل دو ريوسيت
اللي كانت هي ليكول دو بارادو، ليكول دو بارادو كيل فالي جينيراليزي سور لونسومبل دو مسمو. احنا رحنا لو فينونسمون تاع علاش جا البريزيدون تاع بارادو اي نا با جينيراليزي. انا نفهمك علاش نلوموه على هذا. هذا نقاش يا جمال مسعود دار لي زكاديمية بعد الفاصل. النقاش راح يكون مفتوح. نبداو بناصر بويش، نجو لك جمال ثم نروحوا لعند. تفضل الشيخ ناصر. لا تكلمت على الاكاديميه حتى ولا قلت لك هو ان لا كاليتي تاع هذه نقطة مهمة اكثر من مهمه، لأنه المنشأة موجودة في حد ذاتها. لا موجوده فيه، كان على مستوى الانديه ولا، لكن حتى ولو الناس اولا ما كاش اختصاصيين، ما كاش اهتمام كبير انت لهذا الشباب هذا اللي ربما. انا قلت لك انا ليا ومتيقن انا انه اللاعب الجزائري الصغير الشاب الصغير اذا كان تحت التكوين في المستوى او نورم انترناسيونال يقدر يلعب في اي دوري في اوروبا. وشفناه مع عدة اسماء. يعني انا قلت لك في اي دوري. تكلموا على بارادو، اكيد بارادو اليوم هو ليكزامبل، بصح غير كافي، غير كافي. بارادو شحال صدد؟ تقريبا 10 لاعبين. تخيل انت لو كان عنده 6 في المنتخب الوطني، تخيل انت لو كان كل نادي يصدر 4 أو 5 لاعبين، كل نادي، انت النادي هذاك ما يحتاجش لاموال. لكن النادي ما يقدرش يسير بعقليه الاكاديميه، والاكاديميه ما تقدرش تسير بعقليه النادي. هنا راه عندنا اشكال. حتى لو من الصعب انه الاتحاديه هي اللي تكون وتصدر من الصعب. لازم نبداو بالانديه، ربما نصيبوا طريقه هنا يا سعيد اونيليت، ربما اون اكسيلونسي، ربما تاخذها من كل فرق وتديهم لكاش اكاديميه تاع الاخر. صح ناصر لما تبدا بالانديه انا معاك، ولكن رانا خدينا التجربه نتاع الانديه. النادي لان اليوم ما كاينش معايير معينه، ما كاش باش تجيب ان بريزيدون. شكون هذا البريزيدون اللي يدخل؟ اي واحد يدخل بريزيدون، اي واحد يكون ديريجون، اي واحد يكون دي تي اس. هنا دوك ان بروبليم تاع هيكله النوادي. لما تهيكل النادي يولي يتابع لا فيدراسيون فنيا، يولي يشتغل على واحد الهدف وطني، هدف فني وطني. نعطيك مثال بسيط، يجي ان دي تي اس دون ان كلوب، ما تندارش في الجزائر، ماش تندار. تجي اول علاقتك بالرئيس، ومن بعد علاقتك بالمدير بالانترينور نتاع الفريق الاول، لان كل شيء يجي مرتبط بالمدربين الكل اللي انت تختارهم، اللي يتابعوا واش تابع البوليتيك سبورتيف نتاع الرئيس اللي تكلمك عليها. حنا اون فو دو لا فورماسيون، اون فو اون ايكيب دون 2 ans دون 3 ans 7 اني. يعطيك فكره انت كدي تي اس تشتغل، تبدا من مرحله بعد مرحله بعد مرحله في الفئات الصغرى، تلحق 20 طون. ال 20 طون مثلا يلعب كما يلعب السينيور، اكيد بنفس الطريقه، أكيد. بنفس الفكر، نفس التدريب، باش ما يكونش هذاك قلت لك الهيكله بكل احترافيه. اذا كان لا فيدراسيون اللي قلت لا فيدراسيون ما وقفتش على الانديه هذو، لان الفلوس فلوس الدوله ان فان دو كونت، ما وقفتش وما راقبتش، تراقب وترافق. لا سعيد باش توصل للهدف. اسمع لي، لا شوف لو كونسيبت لازم الاتحاديه ديرو وتعطيه الانديه. بارك الله فيك، هذا اللي نقول فيه. وهنا وقع الاشكال. هنا وقع الاشكال في دراسه. شوف نقدروا نتعمقوا كثير باسكو ارسن فانغار اللي لا. انا كان صديقي مصطفى بسكري وتحدث والمشروع اللي رانا نتكلموا عليه واللي فورماسيون اللي نتكلم عليهم مصطفى بسكري وكي اون تيتي فينونسي باسكو il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. انا بغيت نقول انه فكره لا فورماسيون، انا كنت نسمع في لي بلاطو دو تيليفزيون الناس اللي حاربت فكره الاكاديميات ويقولوا باللي نو نافون با بوزوان الجزائري يتفورما في الشارع، من الشارع يجي تردوا جرون جوار. هذاك هو مستواه. تكلم بمستواه اللي تكلم الكلام هذا، هذاك هو النيفو ديالو. انا il est partagé par un grand nombre de responsables. احنا حول فكره الاكاديميه وش هي فكره؟ هي فكره فلسفيه، فكره سيت اون ايدي تكنيك فيلوزوفيك كومون ديفلوبي لو فوتبول. نروحوا لي كلوب، نروحوا نديروها اترافير لا فيدراسيون. كيفاش احنا عندنا دي زيكزامبل دو فرنسا، عندنا ليكزامبل دو فرنسا، عندنا ليكزامبل ديسبان، عندنا ليكزامبل ديتالي، عندنا دي زيكزامبل.
حنا لابات مش هي الاشكال كما راه يقول سعيد ولا ناصر، لابات اكزيست، عندنا لابات والجزائري موهوب. كومون لو جيري، كومون لو فورمي، حنا هذا الاشكال. انا كي قلت لسعيد باسكو هذا هو لو ديبا، انت وليت بديت من ناصر. انا سعيد كي قلت له لاكاديمي دو بارادو ابستراكسيون فات دو لا بيرسون بغض النظر عن الشخص، كان رئيس فيدراليه ولا غير رئيس، انا نتكلم على التجربه بارادو بغض حقيقه سي جمال. لا خليني نكمل. كل واحد انا بارادو كاش اللي يخدم كيما البارادو. بارادو سي اون اكسبيريونس ريوسي، وشفنا دوترز اكسبيريونس دو غران كلوب كي هو طرح عليك سؤال وجيه جدا. لا خليني ماني نرجع له. يا علاه تكسر لي في لا مانيش كسرك، انا نذكر فيك. اني نهضر انا باسكو كي سعيد ريبليكا واش قال لي؟ قال لي علاش كي كان ولا رئيس فيدرالي علاه ما عممش؟ انا ما ندخلش في انا مانيش جو بيرسونيفي با، مانيش نشخص في الموضوع. انا مانيش نشخص في الموضوع، انا راني نهضر على تجربه ناجحه لماذا لا تعمم؟ هذا فقط، هذا ما قلته. انا دارها خير الدين. وقت في التعميم يعني. ضيعنا الوقت في التعميم. احنا ماشي قضيه لماذا لا تعمم، باسكو سي اون اوتر. حنايا قعدنا في بين اكاديمي واوتيل، قعدنا 4 سنين وحنا في حرب بين اسكو نديروا اوتيل ولا نديروا اكاديمي، حرب. ومن بعد نديروا لي زاكاديمي ومن بعد بلعوا وراه الاكاديمي دو خميس خشب بلعت. لا سيتي واش ولا كاكاديمي سوني با سي ان سونتر ولا تاع الريغروبمون تاع لي جون اي 17. ماهيش اون اكاديمي. سيتادير كو اوجوردي اون ريفيان انكور. حنا رانا ننتظر انه لو سونتر دو زيرالدا تاع المولوديه يولي فونكسيونيل، وتاع العاصمه وتاع سي ار بي وتاع سي ار بي مازال ما بداولوش. حبر على هنا نطرح سؤال حبر على الخيال. نطرح سؤال والله العلي العظيم، باسكو لو كان ما نكونوش الناس نديروا لي بينون، سيتادير اشاك فوا نديروا لي بينون والله ما نافونسيو. اين هي قرارات رئيس الجمهوريه سي عبد العزيز بوتفليقه 2006 و2010 اللي دار لي 10 ميزور داكومبانيمون؟ اين هي ال10 ملايير؟ واين هي الاراضي المخصصه للفرق 32 ماشي 16 32 كلوب اللي عطاو لهم مينيموم 2 هكتار ماكسيموم 5 هكتار باش يديروا دي مراكز التكوين ومراكز التدريب ومراكز لا فورماسيون. اين هي ولماذا لم تنجح؟ وهناك مربط الفرس. النهار نعرف علاش هذا البروغرام تصابوطا، نفهم علاش لو فوتبول تاعنا ماهوش يمشي. الله واضح. يعطيك الصحه. يلا الخوت وصلنا لنهاية الفيديو. لا عجبك الفيديو ما تنساش تجينا بعض اللايك وواحد التعليق، ولا ما كنتي مشترك اشترك معنا في القناة باش يوصلك اي جديد. كيما شفتوا الاعلام الجزائري ديما البكا والشكا، هو راه ما كاين والو، ما يديروا لا اكاديميات لا والو. ياك فتحوا هاد الايامات واحد المركز وغادوز واحد العام ولا سميتو ويسدوه، ما كاينش المزاح. وتيجيو يشكيو عنا داكشي راه تيبي الخدمه صاحبي، وتيبي كل نادي تكون عنده اكاديميه ديالو. ماشي قالك بيديروا وحده واش كلشي بيمشي يتجمع تما؟ واش هادو حمقين ولا مالهم اصاحبي؟ الدوله قداش بيديروا اكاديميه كبيره. لا حول ولا قوه الا بالله. الله الدراري عطونا الراي ديالكم. طلع